ايه يا حاج عادل؟ ايه يا حاج؟ عاجبك اللي احنا فيه ده؟ ولا يعجب حد برضه يا حاجه؟ عاجبك اللي احنا فيه؟ اخرتها انت امن وانا عامله نظافه هنا في الشركه. هو ربنا سبحانه وتعالى بقى بيبدل من حال لحال ونرضى بحالنا وخلاص. يعني وبعدين ايه؟ خلي بالك يعني بعد ما كنا حاجه وبنلبس وبنتشيك وبناكل احسن اكل وقاعدين في فيلا وقاعدين في الاخر نبقوا كده. هنعمل متمرمطين انا ايه؟ ما هو وانت. ابنك اللي عمل فينا كده. نعمل له المشروع وعملوا له المشروع وقعد يزن ادينا عملنا له المشروع. حصل ايه بقى؟ حصل ايه في المشروع؟ خسر كل حاجه وادي اخرتها سابنا وباعنا ولا سأل فينا. طب واخرتها هنفضلوا كده متبهدلين ومتشحططين انا يعني وانت؟ هنشحت؟ ما هو شغلنا احسن من ما فيش. انا تعبت، الواحد معلش. بيكبر مش بيصغر. هنعمل ايه طيب؟ ظروفنا جت كده، نستحمل جت بقى لغايه كده. ما ربنا يحلها من عنده. يلا بنتي ملك، في ايه؟ انت شفتي اللي انا شفته؟ شفت ايه؟ انت شفتي مين اللي قاعد امن جوه؟ مين اللي قاعد امن جوه؟ ما تنطقي. ابوك يا بنتي يا ملك. بابا. بابا ازاي يعني؟ والله ما بهزر. طب بصي كده يا ملك، بصي كده يا ملك، بصي الورا. الله يلبس 60 ايه نيله. ده؟ بقى بابا يشتغل عندنا وفي شركتنا؟ لا وسيبك من كل ده. بس يبقى استاذ اشرف الامن اللي كان بيقول هيجي النهارده يبقى ابوكي؟ ازاي يعني؟ ازاي يفكر انه يعين ايه بابا؟ ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ مرات ابوكي اللي كرشتنا جوه. هما الاتنين شغالين مع بعض وفي شركتنا. عملت نظافه. طب بصي كده. يا نهار اسود، ايه المنظر اللي انا شايفاه ده عبث. ده ايه ده؟ ايه ده؟ انا مش مصدقه طب نفسي. نتصرف ايه يا ازاي؟ بنات؟ انتوا واقفين كده ليه؟ ماما. ماما. يلا ادخلوا الشركه. لا استني. في بابا جوه. بابا. بابا مين يا حبيبتي؟ بابا. بابا جوه. علي؟ ومراته اللي طردتنا زمان. معقول ابوكم يشتغل هنا بالمنظر ده؟ وفي شركتنا. شوف احنا بقينا فين وهو بقى فين، سبحان الله. انا عمري ما هنسى ايام ما طردني ابدا. طب نتصرف ازاي دلوقتي؟ بقول لك ايه، فوقي دلوقتي من جو المشاعر، نتصرف ازاي؟ نكسره زي هو ما كسرنا. ازاي؟ ايه يا ماما حنيه اللي القلب. تكسروا دي؟ لا طبعا، ده مهما كان ابوكم ما ينفعش برضه يا ليل بابانا. له مكانه يا حبيبتي. عيب. مكانه ايه يا ماما؟ مش مكانه ايه؟ لازم يا ماما ان احنا ننتقم منه وننزله زي هو ما زلنا وكسرنا وهنا. بس ابوكي لو في الحاله دي يبقى اكيد محتاج شغل. احنا دلوقتي ما يحتاج شغل ولا يولع ولا يموت، لا احنا طبعاً. مالنا. يفضل في بيته، ولو محتاج مساعده انا هقف جنبه. يلا يا ليل، خلينا نكسره ونطرده زي ما طردنا زمان. يلا بينا. اقفي عندك انت وهي، ما تدخلوش دلوقتي، انا اللي هدخل. وزي ما قلت لكم مفيش حد يتطاول على ابوه. انا دلوقتي هدخل وهتكلم، ولو محتاج مساعده انا هساعده. انا ما ربيتكوش على كده. يا ماما تساعديه بعد اللي هو عمله فينا يعني ياكل حقنه ونسكت؟ ونكرش الشارع؟ طب هو احنا ما صعبناش عليه ليه؟ شوفي ربنا الايام تلف وتدور بعتها لك لتاني مره، يبقى هو السكيورتي بتاع شركتك انت يا ماما. اديكي قلت شوفي ربنا. فيا حبيبتي عشان خاطر ربنا ما ينفعش ان انت تعبي في ابوكي. اصبري لما افهم في عمال ايه. يرن. اقفوا انتوا الاثنين. بعدين هنتصرف ازاي؟ انا ما اعرفش ان رد فعلها هيكون كده. أنا عارفة دلوقتي إن- ان احنا ندخل ونكسره. انا عارفه ان العاطفه هتغلب عليها وهتعمل كده. ما هي مهما كان مراته برضه. اسكتي بقى، خلينا نتفرج ماما هتعمل ايه. نحمد ربنا بقى اللي احنا لقينا شغل بقى واشتغلنا. وبعدين ايه ده؟ علي، قصدي حاج علي. ايه ده اللي جابك هنا؟ انت جاي تشتغلي هنا ولا ايه؟ على فكره الشركه دي محترمه، ما بتقبلش اي حد. استني بره اريح. طب لو سمحت بس استنى بس اسمع. وجع قلب، اسمعي الكلام. تسمعي مش الكلام، انت هيبقى على طول مقاوحه كده. هو انت مالك؟ انا بكلمه هو. وانا برد على كلامه برضه. عادي تتكلم عادي، اطلعي بس وبعدين بره اسمعي كده. كلام. مراته. على فكره انا الامن هنا. طب ماشي، ما هو واضح ان انت الامن هنا، ما انا عشان كده عايزاك تصبر بس تسمع اللي انا هقوله. اطلعي بره عشان الناس هنا لو شافوكي هيطردوكي اصلا. هو انت ما فيش فايده فيكي طول عمرك كده؟ مش عايزه تبطلي اللي انت بتعمليه. انا عملت ايه؟ انا اسمعي بقول لك كلام. اصبري عشان تسمعي. استني وايه اللبس اللي انت لابساه ده؟ خلاص بقى. امال فين بناتك؟ بيشتغلوا ايه دلوقتي؟ بناتي هم بناتك يا حاج علي. ماشي يلا، بس اطلع بره الرش، ما كانش مشكله. في الاول وفي الاخر بنات ما ولهم بنشغلوش سمعه هنا برضه. الا ناس تقيله قوي. ايوه. يلا مفيش شغل هنا، يلا. يعني انا مش هينفع ادخل جوه؟ لا مش هينفع طبعا. يلا اتكل على الله بقى عشان روحي يا بص ماما، علينا يلا بقى، اسمعي يلا. الكلام بدل ما انت تكسفينا. طب بس اديني فرصه ادخل جوه وانت تفهم كل حاجه. لا مفيش الكلام وانت ده. فيها يا ست انت؟ ما تسمعي كلام جوزك بقى مره شويه. جوزي؟ هو مش جوزي يا حبيبتي. طب تمام طب يلا. خلاص حصل خير، يلا. انا هقول لك بس. يا ستي لا تقولي أنا- ايدي، ما يلا بقى اتكلي على الله، ما تقرفناش بقى. هو انت اتعودتي على كده كل شويه تتكرشي؟ ما تمشي يا ستي وغوري في داهيه، انت تصدقي قاعده صح؟ لنا ليه؟ انت اتعودتي على الطرد معاكي. انا مش اطلعي عارفه بقى. في ايه، ما تمشي يا ست. يا علي اسمعني لو سمحت. اسمع ايه؟ مش عايز اسمع حاجه. ما سمعنا تبدأش كتير في وسط بينكوا منك. اصلا. روح شوفي بناتك يا ماما فين.
شايفه بيعامل امك ازاي؟ ولا الحربوقه الحربايه التانيه بقى مش عاجبها لبس امي؟ اه يا اتفرج على ناري لو نفسها. سابني عليها كنت بتطلع من طرحتها. اسكتي اسكتي، لا يسمعوا الصوت دلوقتي. انا بصي امشي بدل ما ندارك حد من جوه ولا المدير يجي يطردك. امشي. شكلها اتعودت على الطرد. لا والله اه والله انا مش فاهمه انت بتتكلمي ليه اساسا. انا مش عارفه بصراحه. انت بتبصي لي كده ليه؟ اصل اللبس اللي انت لابساه بقى غريب شويه. انا مش عارفه ولا ايه يا لابسة إيه؟ علي؟ مش في سنك اصلا، ما اعرفش انت لابسه كده ليه امال بناتك بيبقوا لابسين ايه بقى؟ انت مالك ومال الحوارات دي؟ ولا الدهب اللي لابساه؟ بص لابسه دهب فوق وتحت ليه فالصو؟ لابسه ده فالصو. آه. ده دهب يا حبيبي، هتلاقي بقت بناتها ولا حاجه. خلاصي اخرس. انا ما اسمحش لاي مخلوق يجيب سيره بنات، انت فاهمه ولا لا؟ بس كده انت جبت الاخر. يلا بقى اتكل على الله من هنا. سيبك يا علي. يلا سيبك اتكل على الله بلا ايدك بلا رجلك. يلا امشي من هنا. طب على العموم يا علي، انا مجيتي دلوقتي كانت خير ليك، والله لكن انت ومراتك هتندموا. خير منك مش وانت عايز. من وراكي ايه اتكل على خير؟ الله. كان جه من زمان. كبر دماغك يا علي. جات بس لنا انت منين ماشي. دي؟ انا مش وجايه عارفه. تعمل ايه هنا؟ وهي بقت عامله كده ليه يا علي؟ ما اعرفش، اتغيرت قوي كده. اتغيرت خالص. لا سهل لها بقى. يلا بقى تبعد اطمن عننا بقى على بناتك، شوفهم فين. يا ستي. بلا بناتي بلا بتاع. انا ما صدقت خلصت منهم بقى. يلا يلا هروح اشوف لها شغل انا كمان. يلا يلا خش شوف شغل. شفتوا يا بنات اللي حصل؟ شفنا وسمعنا كل حاجه. ما كنت تسيبينا نجيب لك حقك يا ماما. ماما ما تسيبينا انا ومالك نخش ونجيب لك حقك يا ماما. ايه ما بطلتها لك في الارض ما بقاش انا. انا عارفه انا هجيب حقي ازاي. خلاص انا مروحه البيت، ليه يا ماما وانتوا العصبية تدخلوا دي؟ الشركه من الباب التاني. يعني انت عايزاني يا ماما اخش الشركه وانا عارفه ان هم يعني انا اسفه في الكلمه اللي هقولها هينينك يعني يا ماما. قلت لك انا عارفه انا هجيب حقي ازاي. واحنا ندخل من الباب الوراني عشان خايفين منهم؟ مش عشان خايفين منهم، انا عارفه انا بعمل ايه. لو امك سمحت مش عايزاه يشوفنا اسمعي دلوقتي. الكلام. ادخلي الشركه من الباب التاني، حاضر يا ماما. ومفيش حد يتعرض لهم باي كلمه مهما كانت. حاضر يا ماما. ما تعصبيش نفسك. اتمنى يا استاذه ملك ان الكلام اللي بقوله يتحفظ وما تنفذيش اللي في دماغك. حاضر يا ماما. يلا يا ملك. اتفضلي. يلا يا ملك يلا. يا ستي يلا بينا. ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ اخرتها بقت قاعد فوق في اوضه فوق السطوح. وانا اللي عملت كده في نفسي. انا اللي عملت كده وفي ابويا. كنتش اعرف ان دول نصابين وهينصبوا عليا. اهم نصبوا عليا. طب هروح لابويا اقول له ايه؟ ده ابويا هتلاقيه دلوقتي لا حول ولا قوه. هقول له ايه بس يا ربي؟ هروح منه فين طيب؟ ولا امي هواجه امي ازاي؟ ولا اقول لها انا خسرت الفلوس ازاي؟ ولا اتدمرت ازاي؟ ولا اقول لهم في ناس ضحكوا عليا؟ اقول لهم وانا صغير؟ بس هعمل ايه؟ انا لازم دلوقتي اروح لابويا. هو انا هفضل عايش كده مرمي بعيد عن اهلي؟ اللي حصل حصل بقى. انا لازم دلوقتي اروح لابويا واواجهه واحكي له على اللي حصل. يا يسامحني لو طردني بقى ساعتها هيبقى هو معاه الحق عشان انا اللي عملت كل ده. بس هحط وشه في وشه ازاي؟ انا دمرت الدنيا ودمرت اهلي معايا. بس لازم اروح اشوف هيسامحوني ولا لا. ايوه، ما انا مش هفضل قاعد كده. ياه يا علي، للدرجه دي جرى عليك الزمن وبقيت انت ومراتك شغالين عندي في الشركه؟ طب ايه اللي وصلك لكده؟ ايه اللي وصلك لكده يا علي انك انت تشتغل انت ومراتك؟ انت امن ومراتك عمليه نظافه. وسبحان الله الزمن يلف يلف وتكون في شركتي. معقول؟ انا ما كنتش عارفه اقول لهم ايه ولا اعمل ايه، ولا كنت عارفه اتصرف ازاي. لسه زي ما انت بنفس الاسلوب ونفس العجرفه، وحتى مش مستني لما تسمع. لا حول ولا قوه الا بالله. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه لو جه عريس لاي بنت من البنات؟ اقول لهم ايه؟ اقول لهم ده ابوكم؟ ده ابوها؟ ده ابوها اللي شغال عامل نظافه في شركتي؟ هيفهم ايه؟ هيفهم مثلا ان انا بذله ولا بكسره قدام بناته؟ ليه تحطني في موقف زي ده؟ ايه القسوه والجحود اللي انت فيه ده؟ ذنبي ايه في اللي انا فيه؟ كل ذنبي ان انا جبت بنات؟
كل السنين دي ما غيرتش قلبك، ما غيرتش تفكيرك. ده انا اول ما شفتك زعلت عليك وقلت لازم اساعدك، لازم حتى لو هتقعد في البيت وهبعت لك مصاريفك بس تكون احسن من كده. ويا ترى ابنك ازاي سايبك كده بقى يا علي؟ سايبك تشتغل انت وامه بالمنظر ده؟ يا ترى عرفت تربي ولا مطلعه شكله ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شفتي يا ملك اللي حصل؟ شفت طبعا، شفت ومقهوره وما كنتش عارفه اعمل ايه خالص. انا مش عارفه غلب امك ده هيوديها لحد فين. ماما امك هتفضل كده على طول سلبيه جدا وما عرفتش تتخذ اي قرار. انا لازم اكلم استاذ اشرف ويوقفهم عند حدهم. انت عايزه تكلمي استاذ اشرف وتفضحينا؟ هتقولي له ايه بقى؟ بابي السكيورتي الجديد؟ سكيورتي انت يعني؟ كمان وبابي ايه؟ مش كده خالص، ده بيشغلهم في كل شويه مكان شكلي. بصي يا ملك، انا ممكن كنت كلمت استاذ اشرف وقلت له زي ما انت ما بتقولي انا عايزاك تمرمطهم وتشغلهم في كل مكان شويه. بس ممكن اسالك سؤال؟ استاذ اشرف بقى لو سالك انت متضايقه منهم كده ليه، هتقولي ايه؟ واستاذ اشرف لو قالك، وانت عارفه ان هو مدير الشؤون هنا في الشركه، يعني كل حاجه بيقولها لماما، تخيلي بقى الحلوه لو ماما عرفت ان انت عايزه تتصرفي من وراها. مش عارفه اتصرف ازاي، مش عارفه ايه الوضع، انا مش عارفه اي حاجه. انا شفت ابوكي اتصدمت، شفت مراته اللي طردتنا اتصدمت اكتر، وكنت عايزه ادم في زمانه رقبتها. بس اقول لك على حاجه، امك طالما قالت لنا اسكتوا وانا هتصرف، امك ما تتهنش كده، امك اكيد هتتصرف، اكيد هيحصل حاجه. لا بس انا عايزه تشغلي بايديا وافش غلك بايديا. اللي اتعمل فينا واحنا صغيرين ما كانش شويه. يا حبيبتي، هو انت فكرك ماما مش هتظهرنا ليه؟ اكيد يعني يا ملك هتظهرنا ليه، بس اكيد ماما حبيبتي مستنيه حاجه معينه. تفتكري بقى لما نواجه ابوكي هنقول له ايه ولا هو هيقول لنا ايه؟ لا يا حبيبتي، احنا مش هنواجهه، وما تقوليش ابوكي لان احنا ابونا ميت، وبالذات كمان بعد اللي احنا شفناه. شفتي بيتكلم معاها بكل استهزاء مش همه حاجه، مش همه حاجه وبيهينها. انا كنت متغاظه جدا. انا عايزه اواجهه يا ملك، وعايزه اهينه. بقول لك يا ملك، افري بقى على الحوار ده، قومي يلا خدي ورق الصفقه الجديده ادرسيه كويس عشان عندنا ميتنج بعد نص ساعه. واستاذ علاء موجود ولا لا؟ استاذ علاء اكيد في مكتبه، اطلعي بس شوفي ايه نظام الميتنج وفهمي نظام الشغل وبلغيني في اقسم الفون. بالله نيل ليا نفسي اشتغل بعد اللي حصل لا ده. ركزي، النهارده الصفقه بتاعتنا لازم تتم على خير. ما هي البت مرات برضه عندها حق، ولها حق ان هي تحرق دمها. يا عيني يا ماما يا حبيبتي، طول عمرك مصممه كده وراضيه باللي ربنا قسمهولك، عشان كده ربنا بيعوضك دايما يا ماما بالتجري مع ربنا. يا بابا، يا ماما. طب هقول لهم ايه؟ هقول لهم بقى يسامحوني، هقول لهم على اللي حصل معايا، واللي يحصل يحصل. يعني هعمل ايه يعني؟ اي واحد بيغلط. بس ده مش غلط صغير تدمر الاراضي والشركات وتقول لي غلط. الله يخرب بيتك. انا مش عارف هو يعمل معايا ايه. ولا امي ما بتسكتش. ام كهربا استرها ربنا. يا ماما، يا بابا، مفيش حد هنا ولا ايه؟ يا ماما، يا بابا، راحوا فين؟ مفيش حد في البيت خالص. خلاص بقى انا هستنى هنا لحد ما اكيد هما بره هنا ولا هنا يعني، مش هيعوقوا. طب اروح وارجع تاني؟ لا انا هستناهم هنا. لازم بقى اهدى كده عشان اعرف اتكلم مع ابويا، عشان ما اخدليش قلمان كده ولا كده يظبطوني اكتر ما انا مظبوط لوحدي يا خلقه. ماشي، هسيطر كده واعرف اقلبها في دماغي واعرف اتكلم معاه. ايه ده يا ماما؟ ازاي انت ايه اللي جابك؟ سبت اختك في الشركه وجيتي ليه؟ اوعي تكوني عملتي حاجه في ابوكي. ما عملتش اي حاجه يا ماما، كل الحكايه ان انا سبتها وجيت عايزه اريح شويه، عايزه افصل شويه، وكمان اسمعي يا ما ملك، قدرتش استحمل وجود اللي اسمه بابا ده. اسمعي يا حبيبتي، اوعي تفكري ان انت تاذيه في حاجه ولا حتى تاذي مراته. ده مهما كان ابوكي، لو جالك عريس ولا حصل حاجه مصيره هيشوف ابوك وهيعرف ابوك. يا ماما مهما كان ابوكي لو سمحتي. هو ده الواقع. واقعك انتي. انا ما نسيتش ان انا ايام انا واختي صغيرين اتطردنا بدون ذنب، وكان بيعملنا اسوأ معامله. هو انتي ما شفتيش كان بيزعلك قدامنا ازاي؟
انا ضيقت عليك، كنت عايزه اعمل اي حاجه، واقفه زي المشلوله وانت اللي شلتيني. انا ما ربيتكوش على القسوه، انا ما ربيتكوش على القسوه يا حبيبتي. عشان خاطر اسمعي مني، ده مهما كان ابوكي امام الله يا بنتي ما ينفعش ان انت تهني ولا تحصل منك اي حاجه له. يا ماما انا اعصابي ما بقتش مستحمله خلاص، وبصراحه اتفاجئت انا وليلو واتصدمنا لما لقيناه في وشنا، ولقينا الحربايه مرات ابويا اللي كانت زمان بتعمل فينا الويل، واتصدمت وما كنتش عارفه اعمل ايه. بقول لك ايه، انا هتصل باستاذ اشرف ويخليه لا. يفضل موجود. لا، ده انا اللي هكلمه واقول له يمشيه من هنا. ما ينفعش يفضل شغال بالمنظر دوت في الشركه عندنا ويبقى قدامنا طول الوقت وهو فرد امن ومراته عمليه نظافه. لا طبعا انا ما اقبلش الاهانه دي. لازم يفضل قدامنا علشان يدوق اللي احنا دقناه. يا ملك، يا ملك يا حبيبتي، ده مهما كان ابوك يا بنتي اسمعي مني، في يوم من الايام هتحتاجي له. ماما انا ما بقتش صغيره لا انا ولا اختي، وعارفين ازاي ندير مصالحنا ونتصرف. طب اطلعي ريحي انت شويه، ولما اختك تيجي انا هتكلم معاها. اطلعي. وقعد فيها راحه. معلش يا بنات، سامحوني، انا ما ربيتكوش على القسوه ولا عرفت اربيكوا كده. ربيتكم ان انتوا تسامحوا. ان شاء الله خير. اتفضل. صباح الخير. ازيك يا استاذه ليلى، عامله ايه؟ ازيك يا استاذ اشرف؟ اخبارك؟ الحمد لله تمام. بقول لك يا استاذ اشرف، انت عارف ان انا بعتبرك اخويا الكبير والمسؤول عن كل شغلنا، وعارف ماما بتعزك قد ايه. ايوه طبعا، ويعلم ربنا انا بعملكم ازاي، انتوا زي اخواتي بالظبط يعني. اكيد، وانا عشان كده ما بخبيش عليك حاجه، وحضرتك عارف كده كويس. خير يا استاذه ليلى، في حاجه ولا ايه؟ بقول لحضرتك ايه، هو مين اللي بره واللي شغاله معايا دي؟ مش انت قلت ان انت محتاجه فرد امن ومحتاجه عامله نظافه؟ ايوه، يعني تعرف عنهم ايه؟ تعرفت عليهم ازاي؟ والله هم جم هنا يقدموا على شغل، وعلى فكره الراجل بيقول ان هو كان عنده شركه وكده وله ابن يعني وخسر كل حاجه. المهم ما علينا، انا مش هوجع دماغك بالكلام ده. هو لما جاي يقدم هنا قال ان انا محتاج شغل باي طريقه، فانا من باب الهزار بهزر معاه، بقول له انا عايز امن وعامله نظافه، فقال لي خلاص ماشي انا مستعد اشتغل امن ومراتي تشتغل عامله نظافه. قلت له خلاص ماشي تمام. فجم اشتغلوا وشكلهم محتاجين الفلوس قوي قوي قوي. تمام يا استاذ اشرف. طب فاكر الموضوع اللي انا كنت حكي لك عليه بتاع والدي وما كرشنا ورمينا في الشارع؟ فاكر انا، بس انا مش مصدق مفيش اب يرمي ولاده. في اب هيرمي ولاده البنات كده يا ليل؟ ما ينفعش، استحاله. حتى لو مراته قالت له ارميهم استحاله، مهما كان ده بنات يعني. لو مش عايز امك هيطلع امك ويمشيها، لكن البنات هيحتويهم، استحاله يرميهم. الكلام ده يا استاذ اشرف، انت خدتني في مشوار بعيد تاني. عارف هو انا مين؟ نسيت بس اقول لك على حاجه، معلش بعد اذنك. بالنسبه لعلي والراجل اللي بره ده اسمه علي، وبالنسبه لمراته، لو انت مش عايزاهم او عارفه عنهم حاجه وحشه انا ممكن ارميهم. لا سيبهم. ارميهم بره في الشارع تاني؟ لا سيبهم، انا عايزاهم في مكانهم. انت تعرف الراجل ده يبقى مين؟ اللي هو مين؟ علي. بقول لك راجل غلبان ومحتاج لاي جنيه. ده شوف شغال هو ومراته. ده بصراحه نعم، ابويا اللي انا حكيت لحضرتك عليه. ابوكي؟ ايوه يا استاذ اشرف، ما تتصدمش. ما هو ده بيظلم. ده اللي رماكي؟ ايوه يا استاذ. ده اللي كان عنده شركات ودنيا ده اللي رماني انا وامي واختي في الشارع وما رحمناش وما سالش علينا. ازاي يعني؟ هو كده بينصب عليا وبيقرب منكم هنا عشان يعمل حاجه معاكم؟ ما اعرفش يا استاذ اشرف، هو لسه لحد دلوقتي ما شافناش. بس انا عايزه اقول لك على حاجه. انا كده اقلق منه، انا كده هطلع امشيه بره. ممكن تكون جاي يأذيكم هو ومراته. هو كل ده لا يعرف ان ماما صاحبه الشركه ولا بناته اصلا موجودين في الشركه. ما انا عايز اقول كده برضه ان هو لو يعرف اصلا يعني لا ما رضاش يشتغل على النظافه هنا. طب بصي، احنا ممكن نمشيه ويتكل على الله. لا سيبه، انا هقول لحضرتك تعمل ايه. بص يا استاذ اشرف، انت تروح للراجل ده ومراته وتشرط عليهم شرط، لو عايزين يكملوا في الشركه يجوا ينظفوا لنا الفيلا بتاعتنا. انا فهمت. انت عايزه تعرفيهم ان الزمن لف ودار بيهم واشتغلوا عندكم. هو الموضوع حلو، وانا لو مكانك هعمل كده. ده من الناحيه ان الواحد يقتص او ياخد حقه منهم، بس من الناحيه الشرعيه حرام تكسر ابوك الكسره دي. استاذ اشرف، هو ما فكرش في والدتي لما رمانا بيها في الشارع، وما فكرش في بناته، دول بنات مش ولاد.
يعني الولد ممكن يعرف يحافظ على نفسه، مفيش حد هيبص له بصه وحشه. انما البنات بقى اللي اترموا في الشارع بامهم وكانت لسه صغيره وشابه حلوه. بعد اذنك يا استاذ اشرف، نفذ لي يعني اللي انا عايزاه. انت عايزه كده يعني؟ بعد اذن حضرتك طبعا. خلاص ماشي، هطلع اقول لهم دلوقتي، هقول لهم عشان تتثبتوا معانا هنا في الشركه لازم تروحوا تنضفوا الفيلا بتاعت صاحبه الشركه. تمام، ويا ريت بالله عليك ما تعرفش ماما ان انا طلبت منك الطلب ده دلوقتي، خليها تعرف في الوقت المناسب. طب ما هو والدتك هتعرف اول ما يروح الفيلا، هتشوفهم اكيد طبعا. ما هي ماما هتشوفهم، لان اصلا حصل مقابله ما بينهم وبين ماما الصبح على باب الشركه. كمان هي أيوة. والدتك جت وعرفت؟ ايوه جت وعرفت، واحنا ما كناش عايزين نسيبها، وهان ماما جامد، وماما لحد الاخر ما رضتش تقول له ان هي مديره الشركه. خلاص ماشي، انا فهمت انت عايزه ايه. انا عارفه ان انا تعبك انا يا أستاذ هطلع أشرف. دلوقتي وابعته على هناك. تمام يا استاذ اشرف. ماشي، تحبي يروحوا بنفس اللبس بتاعهم ولا يغيروا اللبس؟ بنفس اللبس، بنفس اليونيفورم اللي هم لابسينه. اه طيب ماشي، بس في حاجه يعني في حاجه عايز اقول لك عليها. اتفضل. الذل وحش وانت كده هتذل ابوكي. مش عايزه اذله، انا عايزه اكسره. في فرق ان انت تذل بني ادم وان انت تكسره، وانا عايزه ارد له الكسر اللي هو كسرها لي. اللي انت عايزاه هطلع ابلغه دلوقتي. تسلم يا استاذ اشرف، تعبتك طيب معايا. لما هو يمشي دلوقتي انت هتبقى موجوده في الفيلا ولا هتعملي ايه؟ حالا دلوقتي هاخد اختي وهاخد ماما وهروح الفيلا. على فكره نسيت اقول لك، اختك الاستاذه ملك مشت. مش راحت فين؟ هي كانت متعصبه شويه كده، وانا قلت لها لا انت لو مش قد الشغل النهارده روحي استريحي. طب والميتنج بس بتاع النهارده؟ انا كده عرفت هي كانت متعصبه ليه اصلا. بسبب الموضوع بتاع والدك ده، لان هي اكيد مش هي عرفت برضه بالموضوع ايوه ده. عرفت بالموضوع. عشان كده مشت. خلاص ماشي تمام. ماشي يا استاذ اشرف. كده انت هتخرجي من الباب التاني ولا هتخرجي من لا انا هخرج من الباب اللي وراني زي ما دخلت انا واختي. طيب ماشي تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام. محترم قوي يا استاذ اشرف، وشايل جزء كبير معانا. انا مش عارفه والله لو هو مش موجود معانا كنا عملنا ايه. يلا ربنا يستر. كده القعده هنا احسن من الشمس. انا تعبت بصراحه. استاذ اشرف، ازيك يا استاذ اشرف؟ معلش انا بعتذر لك، بس انا قعدت هنا عشان الشمس بقى. لا عادي عادي جدا، مفيش مشكله الله عادي. يبارك انا لك. كنت هقول لك اصلا اول ما الشمس تيجي في المكان ده تتنقل هنا. الله ربنا يبارك لك. يجازيك خير. مبسوطين معانا هنا في الشركه؟ الحمد لله. طبعا الحمد حد لله. مزعلكم ولا حاجه؟ لا خالص. الحمد لله. الحمد حد يزعلك يا لله. مدام ولا لا حاجه؟ لا والله الحمد لله. طول ما انتوا شايفين شغلكم محدش يقدر يتكلم معاكم. الحمد واي لله. حد هيتكلم معاك هنا يعني مفيش حد هنا له كلام عليك الا انا. الله يبارك لك. تقول لي انا اي حد يزعلك تيجي تكلمني. ربنا يخليك لينا يا استاذ اشرف. طيب انتوا كده خلاص تمام، هتتثبتوا النهارده ان شاء الله وهتبقوا معانا في الشركه، بس في حاجه بس بسيطه قوي خير. لازم تعملوها. في الورق او كده يعني؟ لا ولا ورق ولا اي شيء. اصحاب الشركه عندهم فيلا هنا في اول الشارع، محتاجين ان انتوا يعني تروحوا تنظفوها. حاضر. طب روح المدام، طب ماشي يا استاذ اشرف، لا. اجي معاك. ما هو انت لوحدك مش هتنفع، وبعدين مش هتيجي معايا. انتوا هتروحوا انتوا لان انا هخلي بالي من الشركه من هنا. انت لوحدك مش هتنفعي، في حاجات هناك تقيله محتاجه حد يشيلها. طب ماشي خلاص. ماشي يا علي مش مشكله. ماشي. هتنقل الحاجات عشان هي خلاص اخلص الورديه واروح يعني؟ المهم. لا ورديه ايه؟ ماليش دعوه بالورديه هنا. انا هنا هبقى مسؤول عن المكان لحد ما انت. المهم يا استاذ اشرف هيدونا فلوس كويسه. طبعا خلي بالك. يا شيخه فلوس ايه بس؟ بقولك لا ما احنا الناس هنتعب. هي بتتكلم بجد. انت هتشتغل ببلاش ولا ايه؟ اللي هتشتغل بيه هيرضوك بيه وهيدوك فلوس اكتر. طب الحمد لله. هيرضوك يا عم علي، بس انت اهم حاجه تخلوا الدنيا حلوه. بص الناس دي اهم حاجه عندها الامانه. خلاص انت عارفنا يا استاذ اشرف عاملين ازاي، وان شاء الله خير وهتسمع انا سمع اول مره اتعامل معاهم تمام. واتمنى ان انتوا تطولوا رقبتي هناك. لا هنشرفك عشان نكسفك والله يا ودي شيلي بقى المقشه دي ويلا بينا بقى. حاضر، شيليها يلا كده. بينا. اي حاجه هتعملوها غلط كده ولا كده انا اللي هشيلها. ما تقلقش. لا، خلاص. تكسر حاجه، تعمل حاجه، تمد ايدكم على حاجه. والله هتسمع سمع خير علينا ان شاء الله. المدام هناك عندها دهب كتير بيبقى يعني احيانا. مالناش دعوه بقى، ربنا يزيدها. ربنا انا يزيدها. بقول لك يكون حاجه احنا هننضف ونمشي. احنا لنا يوميتنا وتدهنا وتراضينا ونمشي نتكل على لو الله. لقيت حاجه واقعه تحت الكرسي، حاجه واقعه ما اعرفش ايه الكلام ده. لا ما تقلقش ان شاء الله. اوعى ان شاء الله خير. يلا بينا نروح دلوقتي بعد اذنك. يلا. اتفضل. يلا. انت عارف يلا بينا. استنى الفيلا فين كده فين؟ هتمشي على طول، هي اللي واخده ناصيه في اخر الشارع ده. آخر فيلا- الشارع؟ فيلا الانوار. الانوار عارفها. طيب ماشي. طب دي خلاص. مشهوره جدا ماشي، الفيلا ماشي. دي جميله قوي. طيب ماشي. خلاص طب يلا، خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم يا استاذ عليكم اشرف. السلام. مش عارف ابويا وامي ولا كده، ما كانش بيتاخروا بره كده. غريبه، ممكن يكون حصل لهم حاجه بسببي، بسبب اللي انا عملته. ممكن مش اشوفهم تاني. لا انت بتقول ايه يا عبد الرحمن؟ ممكن برضه يكون فوق وانا ما خدتش بالي. ايوه ما انا طلعتش فوق. طب اطلع اشوفهم فوق. يا رب استرها. ملك، ايه يا ماما؟ اختك لسه ما جاتش؟
لا طبعا، جت من بدري وكمان طلعت تغير هدومها. طيب كويس، لان انا رحت الشركه هناك لا لقيتك ولا لقيتها ولا لقيت مرات ابوكي ولا ابوكي ولا اي حد، ولا حتى استاذ اشرف رضي يقول لي حاجه. استني بس، وهي هتنزل وتفهمك وتعرفك كل حاجه. لما انا عايزه افهم بالظبط ايه اللي بيحصل من ورايا، لان خايفه من رد فعلكم انتوا الاثنين. يا ماما مفيش حاجه بتحصل من وراكي، اهي جايه اهي. ايه يا ست الكل؟ ايه يا ليل؟ عامله ايه يا ماما؟ حاسه ان في حاجه بتحصل غريبه كده وانا مش بقول فاهماها. لك ايه يا ملك، ما تقعديني جنب ماما، عايزه اتكلم معاها، وتعالي انت مكاني. حبيبتي عشان تعالي بس ايه تعالي. ابقى فاهماها يعني. يا رب استرها. بصي يا ماما، صلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. دلوقتي المثل بيقول ايه؟ اخدان الحق حرفه. بعدين بصي يا ماما، انا شفت انا وملك، ماما حاولي تفهميني، احنا ما بقيناش صغيرين. انا دلوقتي ماسكه المديره العامه في الشركه، ودي ماسكه قسم برضو كويس في الشركه. يا ماما احنا ما بقيناش صغيرين، واحنا ظهرك وسندك، انت ما طلعتيش غير بينا من الدنيا. وانا شايفه ان اللي بابا عمله معاكي هو ومراته ده زياده قوي قوي قوي، وشايفه ان عدم ردك طيبه وكرم اخلاق منك. فانا النهارده اتكلمت مع استاذ اشرف، يعني انا اسفه طبعا ان انا اتكلمت مع استاذ اشرف، بس انا اتكلمت معاه ان هو، قلت له يا استاذ اشرف هو عامل نظافه ومراته ده انت جايبهم منين؟ رد قال لي ده واحد قال لي انا شركتي وقعت ومش عارفه ايه وكده، فبجيبها بهزار بقول له تشتغل عامل نظافه، قال لي ماشي شويه، وراح جاي لي نزل مراتي ونزلنا في السكيورتي، والموضوع كله جه كده. المهم يعني ان انا حكيت لاستاذ اشرف وطلبت منه ان هو يجيبهم هنا عندي الفيلا او عندنا. يا وهنعمل بنتي فيهم ايه لما يجوا هنا؟ ما انا هقول لك بقى، هم جايين الفيلا وما يعرفوش من مديره الشركه ولا يعرفوا حاجه عنها. جايه الفيلا تعمل ايه ان شاء الله؟ مش عارفه. اسمعي يا ماما انا بحكي، يا جماعه انتوا بتقاطعوني ليه؟ انا قلت للاستاذ اشرف قول لهم شرط اساسي، عايزين يكملوا في الشركه يبقى ييجوا ينظفوا لنا الفيلا. ايه زي ما بقول. انت في ايه مالك؟ ايه اللي انت بتعمليه لا ده؟ انا مستغربه، يعني هتجيبيهم يعيشوا معانا في الفيلا علشان ينظفوا؟ لا مش هيعيشوا، احنا هنجيبهم نكرشهم كرشه الكلاب زي ما هم عملوا معانا زمان. لا طبعا انا مرضاش بكده، ان فكرة ابوكي بصراحة. ومراته يجوا يشتغلوا خدامين عندنا، لا يا طبعا. ماما دي ناس طماعه وبتحب الفلوس. هي كده حسبتها صح، وانا وبعدين- دلوقتي استوعبت ان احنا هم هيجوا هنا هنبهدلهم. وبعدين ده انتوا دين يا ماما، وبعدين يا حبيبتي انا اللي هقابلهم، ووعد مني ليكي انا ولا هشتمه ولا هقول له حاجه. ازاي استاذ اشرف يقبل بالمهزله دي وازاي ما يقوليش؟ انا اللي طلبت من استاذ اشرف ما يقولكيش اي حاجه. يا ماما انت متعصبه ليه؟ يا ماما من ظلم يظلم ولو بعد حين. ماما احنا ما بقيناش صغيرين، سيبينا ناخد حقنا بقى ونرد كرامتنا. انت شايفه الحربوقه اللي معايا دي لازم يفوق لنفسه، يا يفوق لنفسه يبدا يقف على رجله تاني، يا اما يشبع بابنه بقى ومراته. هو مش كان بيقول لك ان خلفه البنات عار؟ هو انت عايزاها تنتهي على ايه؟ انا مش فاهمه يا ماما. انا بصراحه انا مش هعرف اقابله، انا هقفل البيت. لا يا ماما. يعني ايه تقفلي البيت؟ انت تستقبليه بابتسامه بارده كمان، وحطي اعصابك في فريزر. ماما علي لما يجي، مش هقول بابا عشان هو مش بابا، علي لما يجي انا اللي هقابله هو ومراته. ربنا ما يرضاش بكده على فكره. وكان يرضى. ربنا راضي زمان ببهدلتنا لما مراته كانت بتعذبنا واحنا صغيرين وهو طردنا. هو ده اللي همك؟ هو سأل طبعا فينا؟ هممني. استنوا بس، وقف جنبكم، ربنا وقف جنبكم يا بنات وعديت ماما. بكم بره الامان. ماما والله؟ بعد إذنك. اصبري يا ملك. ماما هو ما حسش بينا لما رماكي وانتي لسه بنوته صغيره وزي الورد وزي الفل وفي عز شبابك وكان ممكن تتجوزي غيره. ببنتين، ما خافش حتى على البنتين ان يجرى لهم حاجه، ما خافش على لحمه وعرضه اللي هو يخليه يترك الدنيا كلها علشانه. اول ما لقى الفلوس والشركات قال طز في وفاء وعيال وفاء. ده انت أنا رايحة كتر أخلف خيرك انك الولد. ربيتينا يا ماما وعلمتينا وكسرتي شبابك علينا وما اتجوزتيش. المهم بقى الموضوع ده ما فيهوش نقاش تاني، انا اللي هقابلهم لما يجوا، وانت يا ست الكل هتنزلي برنسها تحطي رجل على رجل، وماما هتكرشي، انت اللي هتكرشيهم بره. انا مش عارفه انتوا بتخططوا لايه، انا الموضوع ده كله مش داخل دماغي. يعني ايه مش داخل دماغك؟ سيبيهم. هتستقبليه وهنعمل فيهم البدع زي ما حصل لنا زمان. وهتكرشيه يا ماما على فكره زي ما حصل فينا لازم يحصل فينا. انا مش فاهمه ما كما تدين تدان، هي ليه مش مقتنعه بالفكره دي؟ يا بنتي امك قلبها طيب وحنين، من النوعيه اللي ما بيهونش عليها الناس بسرعه. مش لدرجه السلبيه. بس امك ما بتعرفش تنتقم من حد. بس اقول لك على حاجه، ايه رايك في الحركه دي بقى؟ يبقى احنا اللي ننتقم لما يجوا. بس كده قومي بقى غيري هدومك دي عشان لما يجوا ما يلاقيكيش شكلك شبه العو كده. يلا قومي يا يا بنتي. اختي تلهي بدل قومي يا بنت. تلهي. بقول لك ايه يا علي، ايه انا الفيلا شكلها ما شاء الله كبيره قوي. اه طب بقول لك ايه، انا ما اكلتش من صباحيه ربنا ومن ساعه ما رحت الشركه وانا على لحم بطني. ما تيجي نروح وناكلوا لقمه كده ونظبطوا حالنا ونشربوا كوبايتين شاي وبعد كده نيجي نشتغل. شايفه كده يعني؟ اه طبعا. ايه رايك؟ بدل ما نروح نبقى ناكل قاعدين ونشرب. مكسوفين وكده وممكن ما ياكلوناش، احنا ما نضمنش الناس دي عامله ازاي. اول ما نبقاش شغالين واحنا جعانين صح.
ايه رايك؟ تعالي ناكل الفيلا لقمه. ما شاء الله بص كبيره ايوه عاملة ازاي. نيجي براحتنا. واخده نصيتين وما شاء الله بسطول وعرض كبيره قوي. خلاص كمان ما نروحش كمان بالليل في الشغل ده. نغيره في البيت ونيجي. وناكل لقمه ونشرب كوبايتين شاي ونظبطوا دماغنا كده ونيجي. صح كده. ايه رايك؟ تمام. لا يلا بينا. خلاص يلا موافق. نعمل نروح ناكل. يعني رايح 5 كيلو ولا حاجه. خلاص. ونجي نكون حتى الحر ده خف شويه. ويكون الجو هذا لحسن بص الشمس عامله ازاي. الشمس حاميه قوي. واحنا متفرهدين صاحيين من صباحيه ربنا. خلاص يلا بينا. خلاص يلا بينا نتكل على الله. تعالي افتح يا علي افتح الجو حر. اهلا. مين؟ ايه ده؟ عبد الرحمن؟ امي. عامل ايه يا عبد الرحمن بيه. عبد الرحمن بيه شفت عملت فينا ايه؟ سامحني. خلاص بقى يا علي. امك عملت نظافه وانا بتاع امن. اتبهدلنا قوي يا عبد الرحمن. انا مش فاهمك يا ابني، انت عملت فينا ليه كده؟ انا وابوك بعد ما العمر ده حضرتنيش كله ليه؟ نتنان ونتبهدل. بدل ما يتنسب عليك. اتخدعت يابا. خدعت ايه بس؟ خلاص يا علي بقى. خلاص ايه يا حاجه؟ ما خلاص دي اللي ودتنا في المهم داهيه. رجع لنا بالسلامه وبقى كويس اهو. كويس ايه بس؟ اقعد اقعد. كويس ايه بس؟ ما احنا بصراحه بسببك يا عبد الرحمن اتبهدلنا وبص شغالين ازاي. انا بقيت بسيق وامسح وانضف اللي كنت هانم في الفيلا. حضرني هقول لك ده نصاب، ده بينصب عليك، ده بيعمل أبوك عليك، بقى ده كده. أمن. شفت اخرتها. غلطة يابا. غلطه غلطة. غلطه بس دمرتنا يا عبد الرحمن. انت علمتني على الحب للناس، ما اتعلمتش ان في ناس بتخدع وتغش زي كده. ما غلطة. عرفتش ان هم ياخدوني، حطيتهم كل ثقتي. يا ابني كنت دخلت ابوك وكان قاعد مع الناس. وحتى لو عارف الناس مش هتعرف تجيب منك فلوسك تاني منهم. لا انا عارفهم. عارفهم؟ خلاص خد ابوك روح معايا يا يا علي. ستي لو حتى عملنا معاهم اي حاجه هناخد منهم ايه؟ وبعدين اصلا الناس سافروا نبلغ عنهم. والقانون لا يحمي المغفلين، وابنك كان مغفل في الموضوع ده. يعني ايه؟ يعني كده راحت علينا فلوسنا وخلاص. بقول لك ايه؟ انت اقسم بالله السبب في الموضوع ده. انا؟ وانا ما داخل تزعلوش، ما تعملوش، ما ايوه تزعلوا ليه؟ ما هو راجل اهو. اهو. راجل فين؟ راجل شكلا، الراجل ده لازم يبقى شكلا وموضوعا، يبقى واد مخربش كده وناشف، مش مايع كده وملوش لازمه. خلاص يا علي بقى البني ادم بيغلط، ما احنا بشر ولازم نغلط، ايه المشكله يعني؟ لازم نغلط ايه؟ احنا ما بنعملش حاجه، ابنك ما بيعملش حاجه غير غلط. ما بيمشيش في دماغه، اول ما تيجي تقف في دماغه فكره عايز ينفذها باي طريقه، غلط صح عايز ينفذها. صح انت صح يا علي. انا وكل افكاره دي منيله ب 60 نيله. انا تربيتي كانت غلط فيه، كنت بدلعه لان هو الولد الوحيد اللي كان عندنا. احنا الواد لينا ما اللي هو يترباش كده، بيتربى مخربش كده، بيحفر في الصخر. ما هو ولد بقى، وانت كان نفسك في ولد وربنا كلمك ببنتين وكنت عايز الولد وجالك. يا شيخ انا عرفت ان هتقسى الولد عليه. والبت وكل حاجه. بقول لك ايه؟ حقك عليا احنا يا جايين ناكل بس يا ابني اسكت. احنا جايين لا ناكل ولا هنشرب، يلا هو ولا هنغير هنمشي كده يعني زي ما ايه؟ انا حرانه وعايزه اخد شاور. خلاص بقى انا ولا ليه نفسي على الاكل ولا الشرب، يلا بينا. شفت يا عبد الرحمن اخرتها؟ انت عارف يلا احنا نشوف رايحين الشوارع فين اللي ورانا دي يا دلوقتي؟ ستي. رايحين ننضف فيلا. شفت اخرتها؟ بقينا خدامين في البيوت. هو شغل ولا لعيب ولا حرام، حقك عليا يا امي. بس انت السبب في كل اللي احنا فيه ده. حقكم عليا. والنبي انت بتقول رايحين ننضف فيلا، هقول لك هات حق التنظيف اعمل بيه مشروع. يلا يا ستي يلا يا يابا. ستي. ربنا يهديك يا عبد الرحمن. يا عمي ربنا يسامحك بقى، ابعد عننا بقى. محدش اتصل بيك لغايه دلوقتي والموضوع ايه؟ هيسكت على كده؟ اهدي يا بنتي. وابوك أنا عرف ولا ما عرفش؟ يا بنتي بلا ريقك اهدي، انا اصلا قاعده متوتره وبفكر. اصبري هرن على استاذ اشرف واعرف كل حاجه. رني ربنا يجيب العواقب سليمه. الو. ايوه يا استاذ اشرف. لا هم لحد دلوقتي ما جوش. ماما عرفت. لا طبعا مش موافقاني، حضرتك عارف ان ماما صعبه شويه وعارف قلبها حنين قد ايه، بس انا لازم انتقم لها يا استاذ اشرف. انا وملك خلاص كبرنا زي ما قلت لحضرتك قبل كده. تمام يا استاذ اشرف، يعني هم جايين في الطريق؟ جايين في الطريق. طيب ماشي سلام. وبعدين بقى ايه يا علي؟ هو انت عرفت الحقيقه ولا ايه؟ ما هو يكون عرف الحقيقه ومرضيش يروح هو ومراته؟ لا بس لو عرف كان مشي، ده كان فرحان ومبسوط جدا، وخصوصا لما قلت له ده هتراضيكوا. نرن عليه. ايه يا عم علي؟ امال انت فين؟ في الطريق. طب بقول لك ايه، انجز بالله عليك بسرعه عشان ما ينفعش كده، انت المفروض كنت وصلت من بدري. مش مهم مش هسمع منك حاجه، المهم ان انت في الطريق. يلا سلام. ربنا يستر بقى. وفاء ما تقعدش تعمل الليله وتقول اشرف هو السبب وهو اللي عمل الموضوع ده، وانا ماليش دعوه بالحوار ده اصلا. انا مغلط البنات في اللي بيعملوه ده، وبرضه الاب غلطان ان يسيب بناته عشان خاطر
واحدة تقول له سيب البنات خلاص يرميهم. مش عايز مراتك احتوي على بناتك. هو مين اللي هيتحمل؟ كويس ان هما جايين في الطريق، جمله قضاهم. والله لما يجوا لا هوريهم. ملك سيبيني انا اقابلهم وانتي خديهم بعد كده لما يخشوا بقى جوه، تمام؟ يعني ارمي لمرات ابوك المكنسه، اتنكي عليها من الاخر. عايزاكي تطلعي بصي القطط الفطسانه عليهم. هوريها النجوم في عز الظهر. حبيبتي يا لوكا. استقبليهم انت بس وما يدخلوا لي. تمام اوكي. اتاخرنا قوي يعني. شفتي بقى، ما تاخرناش ولا حاجه، احنا لحقنا، احنا لا كنا ولا شربنا ولا عملنا اي حاجه، طلعنا بهدومنا زي ما احنا. ابنك عكنن عليا اصلي. بس كويس اللي هو رجع يا علي. اسكت بالله عليكي بالله عليكي شدي شويه على الواد. حاضر. ابوس ايدك. بس انت بطل كلامك الدبش ده فيه. دبش ايه؟ هو انا عملت اكتر من كده حاجه او ضيع كل اللي حيلتنا؟ ماشي خلاص. عاجبك اللي احنا فيه ده؟ المهم رجع لنا بالسلامه بقى وربنا هيكرمنا ان شاء الله. يكرمنا بايه؟ هنشتغل بتوع نظافه على اخر الزمن. يلا معلش يا علي يلا بينا يلا بس يا عشان ما ستي. نتاخرش. ايه ده؟ انا هفضل قاعد كده؟ هفضل قاعد كده وابويا متمرمط هو وامي؟ كل ده بسببي. بس انا مش ضعيف زي ما ابويا قال، ومش هبقى ضعيف، ولازم ارجع حقي، ومش هسيب الناس دي. ايه يعني؟ سافروا عندهم محلات هنا وكل حاجه ملكهم هنا، ومش هسيب حقي ولا يمكن اسكت على حقي. هو انا ايه؟ انا مش شايف ابويا؟ ابويا ما هنش عليا وامي اللي متمرمطين بره بسببي. والله ما هسيبهم. استغفر الله العظيم يا رب. أنا خايفة من اللي هيحصل ده، مش عارفة إيه اللي ممكن يتم. يا رب يا رب يا علي ما تيجي، يا رب يحصل أي حاجة وما تجيش، عشان ما تواجهش بناتك بالقسوة دي والغل وحقد السنين. هم فضلوا يحوشوا كل ده طول السنين دي عشان يعرفوا يواجهوك، ودلوقتي هم أقوى يا علي. يا ترى هتعرف تقف قدامهم إزاي؟ ولا هتقول إيه؟ ولا هتنجرح ولا لأ؟ دول بناتك مهما كانوا. أنا مش هعرف أحضر الموضوع ده، ولا هعرف أتكلم ولا هعرف أواجهه. أنا عن نفسي ما كنتش أتمنى لك إن أنت تكون في الموقف ده أبدا، وبالذات قدام بناتك، وتكون أنت أقل منهم. أنا هفضل قاعدة هنا. أيوه لو حصل أي حاجة هو حر هو وعياله، لكن أنا خليني بعيد عشان ما يقولش إن أنا اللي بوزهم. مش عارفه هم اتاخروا كده ليه. تعالي. ايوه مين؟ انا علي بتاع الامن، ومعايا المدام عمليه النظافه اللي هتنظف البيت. طيب ماشي. بقول لك ايه، عشان بس ما فيش حد هنا فانا هطلع فوق وهسيب لك المقشه وهتلاقي ادوات النظافه في المطبخ. تمام تمام. هفتح لك الباب ثانيه كده وخش. طيب حاضر. عايزين نخلي الشقه زي الفل، ها؟ لو شفتوا تراب هحاسبك انت. ماشي. اول ما تخش تعمل الريسبشن اللي هتخش فيه. تمام حاضر. بقول لك قالت استنى شويه ما تخشش على طول يكونوا مشوا. المقاشات اهي. تعالي بس بقول لك ايه يا علي؟ ايه هو الصوت ده مش بيفكرك بحاجه؟ يا شيخه ما تركزيش في حاجه بقى. صوت ايه؟ صوت المهم مش بس عليا. في مقاشتين هنا. بصي انا شايف ان المكان نظيف مش محتاج حاجه. انا هساعدك ونمشي بسرعه. يلا امسكي. انا هساعدك ونخلص بسرعه. معاهم فلوس مش عارفين يودوها فين دول ولا ايه؟ مش مشكله بقى يا ستي. يا عمي يلا بس المهم يرضونا، بس نخلصوا ويرضونا. يرضونا بقى ما يرضوناش مش مشكله، بس يلا. ادخل على السفره وانت خش على القلب. خلاص ماشي. يلا. اطلعي يا ملك، انت فوق دلوقتي. اطلعي يا ملك، يلا يا ملك. بقول لك اطلعي يا ملك. يا ملك اطلعي. بقول لك يا عبير اوعي تلاقي حاجه ولا كده عينك تزوغ عليها. برضه عادي. احنا مش بتوع الكلام ده. بس النضاره لفتت نظري. معلش ملناش دعوه، احنا نخلص شغلنا وبعد ما نخلص ننده عليهم ونقول لهم احنا خلصنا. ايوه خلاص بالله عليك احنا مش بتوع الكلام ده، ولا بنبص لحاجه مش بتاعتنا ولا حاجه. احنا شرعانين يا عم. نخلص ونمشي. روح يلا بس خلص تحت الكنبه. بص تحت الكنبه في تراب. روح خلص على ما نخلص. خلاص يلا انا هخلص السفره بسرعه. يلا. اخيرا يا بابا قدرت امسك عليك زله واكسرك زي ما كسرتنا. ماشي يا بابا انا هوريك. يا رب قوينا. ما نشوف ايه ده. علي ملهي بسم الله ما شاء الله، وشتي محملين وتقال.
اخدهم ولا اعمل ايه؟ هو لسه منبهني ومحذرني. بس على فكره الغوشتين مش هيأثروا مع الناس دي، شكلهم غنيين قوي ومبسوطين، مش هيهتموا يعني بغوشتين. انا هاخدهم واللي يحصل يحصل، بس عامه مش هيبانوا قبل علي ما يشوفني بقى. يلا. بقول لك ايه، انا خلصت. وانا كمان اهو بعد الكراسي وخلاص. خلاص يلا نادي عليهم بقى نمشي نقول لهم خلصنا. نادي عليهم قبل ما اظبط بس الكرسي ده. يلا. حلو قوي ده. وكمان بتسرقي؟ اطلع بقى اجيب ماما. ماما، مالك عملتوا ايه؟ بابا ومرات ابويا جم تحت. ايه؟ زي ما سمعتي يا ماما، جم تحت واختي بتصورهم وهم بيكنسوا وبيمسحوا. انتوا ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ازاي تعملوا فيه كده؟ ده اللي حصل، ومفروض تتقبلي الوضع ده وتبداي تتعمدي عليه علشان نربيهم زي ما هم ربونا زمان. هتربى ابوكي؟ ايه قله الادب دي؟ انا مش فاهمه انت بتتكلمي بكل الحنيه دي ازاي بعد اللي حصل فيكي وفينا. يا بنتي حتى لو الاب غلط هو له مكانه وله اسمه، وربنا هو اللي وصانا عليه. صوتكوا عالي قوي قوي يا جماعه. ليه؟ ايه اللي اختك بتقوله ده يا ليه؟ فرجي يا ماما على بابا وهو بيكنس. ملي عينك. انت بتصوري ابوكي وهو مذلول؟ بتصوريه وهو مكسور قدامك؟ بتصوريه وهو بيكنس لبناته؟ بس بقى يا ماما، كفايه بقى نظافه، كفايه بقى، كفايه نظافه وسلامه نيه. عارفه مراته عملت ايه؟ يا ريتهم جم ان هم عمال نظافه وناس محترمه وعايزه يعيشوا بشرف. مراته مدت ايديها رغم ان هو كان لسه محذرها، يمكن لسه عنده نقطه شرف. بصي يا ماما، انت هتنزلي دلوقتي ومعايا. انا مش هنزل. احنا هننزل دلوقتي يا ماما وتفرجيهم. يعني إيه؟ وتفرجيهم ان يعني انت لسه واقفه على رجلك. عايزه تسيبيهم يمشوا بعد كل اللي انا عملته؟ خلوهم ياخدوا اللي هم عايزينه ويمشوا. بصي يا انا ماما، مش عايزه حاجه من حد. اقسم بالله لو ما نزلتي معانا دلوقتي لهنزل انا واختي نعمل اكتر من اللي كنا بنعمله، غير ان انا احبسها بالفيديو اللي معايا ده. علشان خاطري هي يا وهو. ماما. عشان خاطري يا ماما انزلي انزلي، خدي حقك من الدنيا لو لمره واحده. انا مش عايزه حقي من حد، انا عايزه اعيش لوحدي. سيبوني بقى باللي انا فيه يا ماما عشان خاطري، مش كل مره تضيعي حقنا، مش كل مره كاننا ملناش حق عنده. انت لو نزلتي دلوقتي حقوقنا هترجع. كفايه تنازل يا ماما، كفايه ابوس رجليكي، كفايه تنازل عن حقنا بقى عشان خاطرنا احنا. طب انا هنزل بس بشرط واحد. ايه هو؟ مفيش واحده فيكم تفتح بقها وتهين ابوها. ماشي انا موافقه. بصي يا ماما، هنوجعه بس وعد مني ليكي، مش هوجعه الوجع اللي يكسره، هحاول اوجعه بس زي هو ما وجعنا، ومش هنتكلم كتير، يا دوبك اللي احنا بس نقول جملتين نعبر فيهم عن وجعنا عشان خاطر يا ماما، دي فرصه ما تضيعهاش. احنا هنسيبك انت تتكلمي يا ماما، بس ما تنسيش ان هو وجعنا زمان. كفايه تنازل عشان خاطرنا بقى، بقينا بنات اهو داخلين على وش جواز ومش عارفين مين اللي هيقعد مع عرسنا. انا مش عارفه وهو انت فرحان هتستني بينه. ايه اكتر من كده؟ هتستني ايه؟ بس هتستني ايه اكتر من كده؟ يلا يلا يا ماما، مسحي دموعك دي، ما ينفعش حد يشوفك بدموعك. يلا اوعي يلاحظ عليكي حاجه. ندهلهم بقى يا انسه يا استاذه. يا علي بتنادي على مين؟ الناس دي راقيه جدا وزمانهم نايمين دلوقتي. نايمين ايه؟ ما فتحت لنا الباب وقالت لنا خشوا وندقوا لنا وريحوا. ما قالت ندقوا لما نخلص. دول ما بيحبوش الحس العالي. ايه ده بقى شويه؟ احنا خلصنا عايزين نمشي بقى، خلاصي بقى. طب استنى يا انسه اهم جايين اهو. ايه ده؟ وفاء دي اللي جايبها هنا دي كمان. ملك تعالوا. ليل ايه يعني اللي بيحصل ده يا علي؟ مكانك. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ انا هنا صاحبه المكان. ايه؟ انا انت؟ هنا في فيلتي. لا والله. تخيلي. ده ازاي ده وامتى؟ عملتي ايه عشان توصلي لكده؟ عملت ايه؟ مش عايز انت اللي تسأل السؤال ده يا استاذ عملت علي؟ عملت ايه؟ عملت ايه مراتك؟ ما انت لو- شايفه اهو. ام عيالك سابقا. لا وكمان الشركه اللي انتوا بتشتغلوا فيها، انت عامله نظافه وهو سكيورتي، دي تبقى شركتنا. ايه؟ والبيت اللي انتوا واقفين فيه ده بيتنا، وانت مالكيش عين انك ترفعي صوتك فيها وترفعي صباعك. يا علي ايه الكلام ده صح؟ انت شايفه انه صح اهو. هنعمل اكتر من كده يعني؟ يعني ايه؟ ده ازاي؟ اهو انتوا جايبيننا بقى هنا ليه يعني؟ مش فاهم. عشان اكسرك زي ما كسرتنا زمان. ليه؟ انا قلت ايه؟ لا والله. برافو عليك يا ليل. ونعم التربيه اللي جايه تزعق لها دلوقتي. وكسرتيني يا حبيبتي وهنتيني. مبسوطه دلوقتي ومرتاحه؟ جدا. عرفتي تربي يا وفاء؟ لا والهانم الكبيره دي بيزعق لها دلوقتي. طبعا عرفت تربي. مش مرتبينها مع بعض. عرفت تربي كويس قوي. اقول لك ليه يا بابا؟ كسرت شبابها علينا،
ما عملتش زيك وهربت من مسؤوليه. عرفت ايه الفرق بينك وبينها؟ وايه خرجتوش الجديد؟ في الشارع. ايه الجديد يا حبيبتي؟ اي ام بتعمل اللي هي بتعمله. ده انت بجحة هي قوي. اقل حاجه عملتها. ده ايه ده؟ تعالي. كل ام كده. بص يا حبيبتي، تعالي كده، تعالي كده واستاذنك، بس استني شويه فرقت ابونا عشان مننا زمان، جايه تعملي ايه دلوقتي تاني؟ استني يا عبير بعد اذنك. انت ربيتي عيالك كويس يا وفاء. تمام يا علي. يا ترى بقى علمتيهم؟ علمتهم. مهندسه ليل، مهندسه معمار، مهندسه ملك، مهندسه ديكور، وهم اللي مشغلين الشركه. انا صاحبتها وهم بيديروها، يعني هم برضه اصحاب الشركه. الحمد لله. لما مشيت يا علي وطردتني وقلت لي انت مش بتجيبي غير بنات، قلت ماشي، مع ان ده مش ذنبي، دي حاجه من عند ربنا. خدت البنات وعشت عليهم وربيت وكبرت وتعبت، وربنا وحده اللي عالم انا عملت ايه، ومش محتاجه ان ابرر ليكي انا عملت ايه. انت بقى يا علي قلت لي انا ابو الواد اللي هيسندني، اللي هيشيل اسمي، اللي هيعمل وهيسوي وهيوديني في حته تانية. قال لي يا علي هي دي الحته التانية. اللي هو فين صح؟ هو لا سندني ولا عمل معايا حاجه، بالعكس ده جابني الارض. يعني باختصار كده يا وفاء، انت عرفت تربي بناتك وانت عرفت تربيه عشان واقع. وانا ما عرفتش اربي ابني يلا الراجل. بينا يا علي. وعموما هي كده خلصت. يلا بينا يا علي انا كنت رافضه ان انت تيجي، ولما شفتك في الشركه انا ما اتكلمتش ولا فتحت بقي ولا قلت لك ان انا صاحبه المكان، رغم انك طردتني منه من اول ما شفتني شفت كرم بكل أخلاقك. حقد. كان المفروض ان انا اللي امشيك في وقتها واوقف دي عند حدها واقول لها انت في مكاني، لكن فضلت ان انا انسحب في هدوء واحترام، احتراما للعشره واحتراما ان انت ابو بناتي، ومشيت. واول حاجه قلتها للبنات ابوكم ما ينفعش يكون في المكان ده مهما كان ابوكم بعد اذن قطع كلامك يا له ماما. مكانه وله احترامه. عارف لما كنا بنقول لها ان احنا هنجيبك هنا عشان نهينك، كانت بتقول لنا ايه؟ عيب. راح ولا جه ابوكوا لو مالكوش الخير فيه مش هيبقى لكم الخير فيه. امال وافقت ليه يا اختي دلوقتي؟ بابا بعد اذنك خليها تخرس ما تتكلمش. ايوه وافقت انت ليه؟ ليكي عين، انت تخرسي خالص. عارف هي ليه عملت كل الكلام ده؟ عشان بنت اصول متأصلة، ما يلا. عملتش زيك يلا يا علي. تكسبي يا وفاء يلا واخسر انا. كالعادة، يلا يا علي. وخسارتك مكسب لينا. سوا. يلا يا علي. يلا. يلا بينا. يلا. ما شرفتوش. استني عندك. خير. هتقولوا ايه تاني؟ هتجيبي الذهب اللي في جيبك ونحلها سلمي ولا طلع الفيديو؟ دهب ايه؟ ولا انت ايه؟ عايزة بس تثبتي بس عليه بس وتاخديه. اتفضل يا بابا. فرج شوف. بناتك. ايه وهي يا حبيبتي؟ بتسرق تقدرش يا علي. ايه يا حبيبتي؟ استني يا ملك. دهب انت واخداه اهو. انت واخده دهب من هنا؟ انا قلت كده محتاجاه يا علي. ده انا منبهك، ده انا منبه عليك ما تمديش ايدك على حاجه. ايوه يا علي بس احنا كنا ده محتاجين. حتى لو ناس غرب انت عارف انا مش كده. من هنا. انت عارف انا مش كده. ده انت حرامية. بس قلت انا احنا ملك. محتاجينه يا علي. انت تمد ايدك على الحاجه ليه؟ سامحني يا علي. امتى تعملي كده اصلا؟ اتفضلي. ملك جاي ورا ليل جنب اختك، روحي هناك. هتعمل ايه يا علي؟ اعمل ايه في ايه بس؟ يا اتفضلي. ده عبير انت خدت قد زي السمسمه. اتفضلي حاجتك. اللي في ايدك ده خليهم لك، اصرفي حد الله منهم، ما بيني وما بينه. امشي قدامي، امشي خديهم واصرفي منهم، انا مش محتاجاهم. امشي، ما تمديش ايدك على حاجه. لو مديت ايدك انت حره، مش هتخش معايا البيت. سيبي الحاجه. احنا امشي هنا مليانة، ما تخليهاش تجيب حاجة. امشي قدامي. انا ماشيه. 60 كشحة. بس ما كانش ينفع، ما كانش ينفع. ماما احنا خدنا حقنا وفي نفس الوقت ما زعلناهوش جامد. حقكم من ايه ومن مين؟ من ابوكم. ابونا؟ انا حاسه بانتصار. ماما خلاص بقى، انت رديت لنا جزء من اعتبارنا واللي هو عمله ده فينا. انت حتى وانت بتكلمي مش عارف يدي حته قلم لمراته اللي عماله تبجح فيكي وما زالت لغايه دلوقتي. يا بنتي ابوكم انكسر، حرام عليكم. ربنا قال ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. يا بنتي كلهما قولا بس ربنا كريما. هيسألنا علينا. بس هقول لك على حاجه، زي ما ربنا قال وقال ان احنا نتقي الله فيكم، لازم انتوا كمان تتقوا الله فينا، مش ترمونا واحنا صغيرين في الشوارع. ربنا هيسألوا علينا يا ماما ويحاسبوا علينا احنا ولاده ولغايه يوم الدين. سيبوني لوحدي، سيبوني لوحدي. ماما عشان يا ماما احنا ما نقدرش نسيبك لوحدك، احنا كل ده بنحاول نجيب حقك اللي انت اتنازلتي عنه خلاص من يا زمان ملك، سيبيها. واتنازلتي عن شبابك انك تتجوزي تاني. انا ما اتنزلتش عن حاجه،
انا مبسوطه وراضيه بكده، ما اتغصبتش على اللي انا فيه. فكرك ان احنا كده مبسوطين لما انت تقعدي جنبنا ماما. كده ومش مبسوطه؟ انا ما قاعده اعمل ايه يعني؟ انا قاعده اعمل ايه؟ انا قاعده معاكم ومبسوطه بحياتي. انت انت بس ناقصني. عشان متنفذه من الموقف، احنا هنطلع ونسيبك تهدي. يلا يا ملوكه. عشان خاطري يا ماما حاولي تفكري في نفسك، انا قلبي عليكي، وكمان مش عايزاكي تفكري خالص في الموقف ده، انسيه كانه ما حصلش. يا علي، يا عالزمن، يا عالزمن لما بيقسى على البني ادم ويكسره ويذله. ما كنتش اتمنى ان انا اشوفك كده. كل سنه كانت بتعدي عليا انا والبنات، كنت دايما اتمنى انك انت تكون احسن وقوي وقادر تقف على رجلك بابنك اللي اخترته. بس سبحان الله، ربنا دايما له رأي تاني، واللي ربنا بيكرره هو اللي بيعمله، احنا ملناش فيها حاجة. الحمد لله. يا علي يا علي يا علي كلمني، انا بنادي عليك بقالي ساعه يا علي. في ايه؟ انت عارف ان انا غصب عني، انا عمري ما مديت ايدي يا علي، وانت عارف كده كويس. بصي انا مش بلومك انك مديت ايدك من الحاجه ولا من والله الذل والمساله والله اللي احنا العظيم فيها، غصب عني غصب عني والله يا علي عملت رغم ان كده. برضو الموضوع كان غلط اصلا، وانا منبهك انك تعملي كده. حقك عليا والله ما هتتكرر تاني. انا لومي عليكي بس انك انت اللي كنت بتملي دماغي على البنات وتقويني وتقوي قلب عليهم لغايه ما طردتهم ومشيتهم، وابنك والحيله هو الواد اللي هو جبت لك الواد وجبت لك السند وجبت لك اللي هيشيل اسمك. لا شال اسمي ولا طلع سند ولا، والبنات طلعوا احلى منه احسن منه. شفت كنت بتعملي ايه فيا؟ خليتيني عملت ايه ببناتي؟ وفي الاخر ابنك الفاشل اللي ملوش اي 30 لازمه في الحياه في الاول وفي الاخر شايل اسمك يا علي. بس اسمي يا فرحتي، ان شاء الله ربنا. لكن لا راجل ولا سند ولا حاجه. فين الرجوله؟ فين الفرق بين الراجل والست؟ والله يا علي ربنا هيكرمه، بس انت اقف في ظهره ادي وخليه. البنات اللي انا مليتي وداني ان انا امشيهم نجحوا بقوا مهندسين قد الدنيا، وابنك عيل فاشل لا نافع في دراسه ولا في شغل ولا اي حاجه. معلش. بقول لك مش كلام معاك هنا، كان في البيت بقى عشان الناس تتلمع تبص علينا. يلا حاضر يا علي حاضر. يابا ياما اكيد لسه بره ما جوش، بس لما يجوا بقى نعوضوا مع التعب اللي هم شافوه ده. على الاقل انا رجعت جزء من الشركه الحمد لله، كان لسه ما اتصرفوش فيه. يا استاذ امين، لا انا فهمت عبد الرحمن ان الناس اللي هي نصبت عليه وخدت الشركه رجعتها له تاني، وان هو باللي هو بيعمله ده خافوا منه ورجعوها له. لا هو ما يعرفش اصلا ان حضرتك انت اللي اشتريت الشركه من ساعتها. لا كان مبسوط جدا وفرحان ومفكر ان هو اللي رجعها. طيب ماشي يلا سلام. والله يا عبد الرحمن ده غبي جدا، هو مفكر ان بعد ما اتنصب عليه والشركه اتباعت الناس هترجعها له بكل سهوله كده. مش عارف ان اخته هي اللي اشترت الشركه ورجعتها له، ومفكر نفسه ان هو بطل ورجع شركه تاني. ربنا يسترها. دلوقتي بقى ابويا هيفرح. ايوه انا هيفرح. باب مفتوح. نص العام ولا العام كله؟ اهو البيت هنا اهو. يابا ياما بلا ياما سيبنا باللي احنا فيه بقى. لا يا عبد الرحمن مش فايقالك. يابا اسمعني بس، اسمعني. يا رب انا مش فايقالك يا عبد الرحمن، والنبي دماغي وجعاني ومش فايقه. طب اقعد ياما. احنا واخدين قلم على وشنا دلوقتي من الحياه، اكتر من كده مفيش. سيبنا دلوقتي يا عبد الرحمن. يعني يابا لو في مثلا جزء من الشركه رجع مش هتزعل مني؟ ده هزعل منين ده؟ ان شاء الله هو كلام هري وخلاص. جزء زي استني بتقول ايه؟ انا رحت وعملت المستحيل ولقيت في جزء من الشركه لسه ما باعوش وما صرفوش فيه ورجعته يابا. جزء ايه؟ اتكلم جد يا والله من الشركه بتاعتنا ياما. يا ريت والله كلام صح يا علي. ثواني بس، الورق كله مظبوط اهو. ده فرع الشركه فعلا. يعني حقيقي الكلام ده صحيح؟ ده عملت ازاي الورق ده وجبته ازاي وجبته من مين؟ عملت كده ازاي؟ عملت يابا لما انت قلت لي ان انت ضعيف، رحت مستقوي نفسي ودوست على نفسي وقلت لازم انا بقى لابويا ان انا قوي مش حد ضعيف ولا اي عشان برافو عليك يا عبد الرحمن. اهدى حصل خير. بس اذوك ولا عملوا فيك حاجه يا ابني؟ انا ما حدش عارف يأذيني، انا لو لقيتهم اصلا كنت كلتهم، كنت فرمتهم برجليا. عارفه؟ شايف يا علي يا ابنك؟ وتبقى دي البدايه.
وبعد كده نرجع كل حقنا. شفت كنت برافو عليك يا عبد بتلومني الرحمن. وبتعاتبني على ابنك، بص ابنك عمل برافو ايه. عليك، لازم كنت ولسه. اقسى عليه كده عشان يعمل ده. برافو عليك يا اللي عم. جاي احلى. في شاء الله. محامي ابن ناس اتعرفت عليه وقال لي انا هقف معاك ومش هسيبك برافو عليك. لحد ما ارجع لك كل املاكك. ما تروحش لوحدك ومعاه بس. نسخه من الشركات بتاعتنا يابا، معاه نسخه. خد ابوك معاك في اي مشوار تروحه، ما تروحش لوحدك. بس كفايه اللي خلاص. حصل لنا بالله عليك. الحمد لله. الف حمد وشكر. الحمد لله. ربنا وفقنا اهو يا علي بعد ما اتظلمنا. انا اول حاجه اعملها وحقك عليا يا ارجع علي. كل حقوقي، وتاني حاجه على طول اراضي بناتي، اخواتك قربهم من عبد اخواتك الرحمن. البنات. احنا قصرنا في حقهم قوي يا عبده. وانا غلطت لما بعدتهم عنك يا عبد الرحمن، كانت المفروض انت تبقى كبيرهم. دول خلاص يا بقى عبد حاجه حلوه الرحمن. قوي يا عبد الرحمن، ده الاثنين بقوا مهندسين. بسم الله ما شاء الله. البنتين بقوا مهندسين. عرايس وجمال الاثنين. ايوه يابا، بس انا دلوقتي هرجع لهم بان وش. اكيد هترجع بوش حلو. هعرفهم ازاي، احسهم ان هم اخواتي ازاي بعد ما اتربوا بعيد عني. ان شاء الله. ده انا إن شاء كنتش الله بسأل عليهم. خلاص يا هبص علي. ازاي في وشهم وأنا انت بحط مالكش عيني ذنب في فيهم ده، إزاي؟ الذنب كان ذنب امك، لا وذنب ان انا الذنب انا وافقتها، برضه يابا. وذنب ان انا اقعد يا ابني، اقعد يا ابني، الله يبارك لك، اقعد. خلاص يا عبد ما الرحمن. فيناش انسى حل، اللي فات. نقوم نقعد، الله يبارك لك. انسى اللي فات. خلاص. خلاص. انسى اللي فات، وان شاء الله يجوا هنا يقضوا كام يوم معانا وتتعود عليهم. لغايه بس ما نصالحهم الاول، بس الاول نصالحهم ان ونراضيهم. شاء الله. وحقك عليا من اللي انا عملته يا علي، كان غصب عني. سامحني. لا حصل حصل بقى، واحنا خدنا جزائنا برضه. الحمد لله. وده يعلمنا درس برضه، ان اللي ربنا يديهولنا نرضى بيه. الحمد بنت لله. بقى واللي يجيبه ولد، ربنا في خير. فلوس ما فيش فلوس، نرضى، اهم حاجه الرضا. ايوه طبعا، بس البني ادم اللي يرضى بقى. يعني انت يابا من قلبك بتقول ان انت هترجع البنات بامانه؟ طبعا دول أيوة ولادي يا ابني، مهما دول كان، اخواتك. رغم عملوا موقف معايا وحش قوي بس انا مسامحهم. انت هم الاب، عشان يفوقوك يعني، ما تزعلش منهم. انت لا، الاب أنا يابا، انت مسامحهم. لازم تستحمل. عارف هقول لك على حاجه؟ عارفه لو طنشوني خالص وما عملوش معايا حاجه كنت اقول خلاص نسيوني كرهوني، لكن هم عملوا كده عشان عشان لسه يفوقوك. عشان أنا لسه في قلبهم، ايوه في امل ان وانا انت لسه في ترجع لهم قلبهم ان تاني. شاء الله، ان شاء الله. ان شاء الله يا علي، ان شاء الله. بس يلا بينا أنا نروح هقوم على. اعمل لكم غدا تتغدى. لا احنا هنجري دلوقتي، غير القميص ده واجي انا وابنك كده نروح على الفرع ده نستلمه ونخلص كل حاجه ونبدا شغلنا طب تاني. كل يلا لقمه يا علي انت فوق فوق، قوم فوق معايا يلا. كل لقمه وامشي. ولا لقمه ولا مش نفسي الاكل، اروح بس اخلص شغلي واستلم الفرع ده ونبدا شغلنا تاني ونرجع زي الاول بقى. بقول لك وانت يابا، لا البدله دي خلاص مش تشتغلي تاني. واحنا ربنا جايين يوفقكوا يا رب. مش يلا. نجيب اخواتنا البنات. ها لا مش هنجيبهم، مش هيرضوا يجوا يا ابني، ده الموضوع صعب قوي، مش دلوقتي يعني. موضوع صعب قوي، لازم نروح نراضيهم شويه الاول. نمهدوا الاول وبعد كده نقفوا على رجلينا بس. يلا خلاص؟ يلا. يلا ربنا يوفقكم يلا. رب. مع الف سلامه. يلا استنى يا عبد الرحمن، يلا. امسك هغير القميص. يلا مش كده. ما تيجي كده يابا وخلاص. لا ازاي يعني؟ ايوه، ايه المشكله يعني؟ عادي، مش عيب ولا حرام.